هو مفروض ان الابحاث مش حاسمه الموضوع ده بشكل قاطع، يعني ما بيقولكيش لو كلتي كذا يطلع لك حبوب زي ما هو منتشر. يعني منتشر يقول لك لو كلت شوكليت هيطلع لك حبوب، زبده فول سوداني هيطلع لك حبوب. لا، الكلام ده مش بشكل قاطع. بس هي بتيجي ازاي؟ بيقول لك اصل انت لو كلت حاجه بتحفز الانسولين، الانسولين ده بيحفز التستوستيرون الهرمون الذكوري، فتحفيز الهرمون الذكوري ده هو اللي بايه ممكن يؤدي الى حدوث حبوب. طب الحاجات اللي ممكن تاثر ايه كده؟ معظم السكريات، بس مش بشكل مباشر. يعني ممكن واحد ياخدها يطلع له حبوب، وواحد ياخدها ما يطلعلوش حبوب. تمام. طب ايه تاني؟ اللبن بروتين اللبن من اكتر الحاجات اللي بتحفز الهرمون الذكوري وبتحفز الانسولين، اللي هو الواي بروتين، اللي هو البروتين بتاع اللبن. الواي بروتين ده حتى الواي بروتين بتاع المكملات، يعني في واحد فيه رياضي وبياخد مكملات فيها واي بروتين، ده بيساعد على ظهور الايه الدهون. فبالتالي يعني لو دي حاجه بتحصل بناخد بالنا منها، ان ممكن واحد ما يربطش انا بروح الجيم باخد بروتين بيطلع لي حبوب، ايه العلاقه؟ مفيش علاقه. فدي من الحاجات اللي احنا هناخد بالنا منها. تمام. ده بالنسبه للاكل.